سنة 1986 مانشستر يونايتد النادي كان غرقان في مشاكل، الفرقة منهارة واللعيبة كانت محبطة والجماهير فقدت الأمل. بس البداية كانت صعبة، أول 3 سنين كانت فشل والناس كانت عايزاه يمشي، لكن سنة 1990 فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي والمجد بدأ يتبني وقتها خطوة بخطوة. بس الراجل ده كان عنده هوس غريب بالعلكة، في كل ماتش كان لازم يمضغ تشوينج جام، مش علشان خاطر يهدي أعصابه، ده عشان يحسب كل حركة في الملعب. اللبانة كانت بالنسبة له زي زرار الكنترول، لو بتتحرك يبقى الراجل مركز، اما لو وقفت يبقى في حد هيتشال من الملعب. بعد كده كانت بتقولك المان يونايتد متأخر، بس لسه فيرجسون بيعض اللبانة والماتش لسه ما خلصش. وبعد ما اعتزل لبانته الأخيرة اتباعت في مزاد بأكتر من 390 ألف دولار. تخيل حتة لبانة قد كده بتمن شقة من اللي أنا وأنت بندور عليها. بس العبقرية الحقيقية مش في اللبانة، في ازاي ان الراجل ده كان بيتعامل مع اللعيبة. الناس كانت فاكرة ان هو بيزعق وخلاص، لكن الحقيقة ان هو كان استاذ في اللي بيتقال عليه مان مانجمنت، إدارة بشر. كان بيعرف امتى يحتويك امتى يخوفك، يقولك اللعيب ده محتاج صرخة واللعيب ده محتاج كلمة كويسة. وده اللي خلى لعيبة زي بيكهام ورونالدو وجيجز يطلعوا من تحت ايده مش مجرد نجوم، اساطير. في خلال 26 سنة مع مانشستر يونايتد الراجل ده كتب تاريخه بنفسه، 13 لقب دوري انجليزي بريمير ليج و5 كؤوس اف اي كاب و2 دوري ابطال اوروبا و2 كاس عالم للاندية. يعني تقريبا كل موسم جديد فيه كاس بيخش الدولاب. بس السر ما كانش في التكتيك، كان في القيادة. كان بيعرف امتى يسيب اللعيبة تتحرك وامتى يفرض عليهم النظام بحزم. في 2013 بعد 26 سنة مع مانشستر يونايتد قرر يعتزل وهو في القمة، وساعتها قال لجماهير مانشستر يونايتد تذكروا دائما مفيش حد اكبر من مانشستر يونايتد، وسايب فريق جاهز وتاريخ مكتوب واسم هيعيش في ذاكرة الكرة للأبد. السير أليكس فيرجسون مش بس مدرب كسب بطولات، ده راجل علم العالم كله معنى القيادة والإدارة. كتب كتب في القيادة ذا ليدرشيب ويتدرس لحد النهارده في جامعات إدارة الأعمال بيزنس سكولز. الراجل اللي حول الغضب لطاقة والصرامة لنظام واللبانة الرمز لرموز التركيز. وفي النهاية يا صاحبي لو شفت فيرجسون في صورة وماسك لبانة افتكر ان اللبانة دي كانت بتمضغ القلق والضغط والتعب، وبتمضغ معاهم كل فريق وقف قدامه. أخيرا ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك، ولو انت على الفيس تتابعني عشان اعرفك اللي قدامك واللي وراك.